بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. الأهلي معاه الله في كل انتصارات ومعجزاته. الأهلي أعجوبة رباني في الانتصار أو التعادل، ولكن خسارة الأهلي لا تكون إلا بفعل فاعل أو ظرف طارئ، رغم أنف الفرق والفريق يمتاز أنه في الأغلب أو في الغالب هو منتصر وفائز، والخسارة نادرة وقليلة لأنهم مع الله، منهم الشيء لله هم وجمهورهم. واعتبر فوزه وانتصاراته وانجازات الأهلي هي من عجائب الدنيا السبعة، شيء لا يتصوره عقل، مما يجعل هؤلاء المتخلفين ومدعيين المظلومية والبكاء على اللبن المسكوب. ولكن هل بقائهم سيستمر على طول الزمان؟ نتمنى، وأن يستمر معهم الانكسارات والخسائر والفضايح التي لا يضاهيها فضايح في أي نادي على مستوى العالم. وللأسف هم يعلمون ذلك، ولكن كل شيء ليس بإرادتهم ولكن رغم أنفهم، وهذا دعوة المظلوم ضد هؤلاء الظالمين. عمرو أديب كداب يا خيشة، كداب قوي. ماذا يريد عمرو أديب في برنامجه بعد تعادل الأهلي في المغرب في حديثه على الهوى بعد المباراة؟ وهل نيته سليمة أو ماذا يقصد عمرو عندما قال في برنامجه أن ما حدث في استاد الجيش الملكي المغربي ملعب المولاي الحسن أنه منظر حضاري؟ كيف يكون هذا منظر حضاري يا عمرو؟ هل قذف الزجاجات بالآلاف داخل الملعب منظر حضاري؟ هل رمي سكاكين المحارة داخل الملعب منظر حضاري؟ وهذا بخلاف السباب وزئير الجماهير ضد أسود الأهلي، رجالة، وطول عمر ولاد الأهلي رجالة. لن يستطيع أحد أن يفوز على الأهلي في الملعب، فالكل يسعى الفوز والنيل من خارج الملعب.